هذا المجمع زاروني البارحة الساعة 8 تقريبا مساء، وكانوا يعني النساء خايفات انه اليوم عندهم بنات وما ممكن انه اليوم يباتون بالشارع، رجال كبار بالسن عندهم معاقين زرت هذه البيوت، عندهم ناس مصابين، عندهم ناس طلبة، ما ممكن يعني يتعرضون لهذا الموضوع. فيعني اليوم جايه سند لكم هذا الموضوع ان شاء الله، من المطالبين بهذا الموضوع ان شاء الله. ناشد الاستاذ الدكتور عادل عبد المهدي، احنا عوائل تعبانه، عوائل متعففه، ناس فقره ما عندها، هاي كلها صاحبين ايتام، صاحبين شهداء، عندنا ناس بالحشد، امورنا كلش تعبانه، يا ناس يا عالم ارحمونا الله يرحمكم، ارحمونا ترى تعبنا، والاسلام تعبنا، ما حد اجانا، ما حد لفانا، بس وقت الانتخابات يجون يوزعون علاليق، يوزعون كارتات، يوزعون بطانيات، كافي ترى تعبنا، نحرق ارواحتنا، ترى ما بيها مجال، نموت ارواحتنا، ما نطلع من هاي المكانات لان ما عندنا، تريدون تعطونا مكانات نقعد بيها فاخذوها، لا محالين ولا ماهوبين، كل واحد يجي يهججنا من هذا المكان، ما عندنا يا ناس يا عالم، والله ما عندنا، والاسلام ما عندنا، وين نروح؟ والله تعبنا، والله تعبنا. الله كافي، عندنا بنات سترونا، عندنا بنات، الله يستركم بالدنيا وبالاخره، ترى هذول الواقفين كلهم نفس الوضع ونفس الحاله، وين نروح؟ وينهم نايمين؟ الله اكبر، الله اكبر، احنا الفقراء هيك نصير، ليش هيك ننداس؟ يا معودين ليش هيك ننداس؟ خاطر الله ما ادري، والله ما ادري يا اولادي يا ابني، يعني شو نقول؟ ما ادري شو نقول، لان صار شهر ملينا، ما ظل باب ما طرقنا، ما ظل باب ما دقينا، ما ظل قنادر ما بسنا، احنا هذا عمرنا، احنا نروح نموت، بس اريد الدكتوره هنا تترك لنا فد بصمه بعين كل من يحاقد علينا. ان شاء الله انا وياك، احنا وياها وهي وياها، والله نصير لها عش العنكبوت، والله نصير لها عش العنكبوت، فاريد من الله ومنها ومن كل شريف ومن كل خير يقبلون عرافهم ينامون بالشارع، باش يقولون متسولين، ليش يا ابني؟ ليش؟ ما ادري بعد. لا ما اعرف يعني اليوم احنا ما نناشد، لان احنا اليوم احنا بموقع احنا نكون نلبي مطالب هاي الناس، لكن اكيد يسمعون اليوم رئيس الوزراء، وانا مع هاي الناس حقيقه، انا اعرف هذه الاماكن اماكن غير قانونيه واماكن تابعه للدوله، لكن اكو بدائل، ما ممكن صار لهم من 2003 الى اليوم في هذا المكان وتبلغوهم في ليله وضحاها انه يطلعون للشارع، ناس اولادهم عندهم مدارس، الوقت وقت شتاء، ما عندهم لا حول ولا قوه، واغلبهم عوائل شهداء وتحت خط الفقر، اما تجدون لهم البديل، واما التعويض ما ممكن اليوم بالشارع، حقيقه انا راح اتبنى هذا الموضوع، وانا وياكم، انا وياكم، انت يا شريفه اصلي فاطمات ان شاء الله، بس احنا هسه هو عاد قلت لك ان شاء الله على الله ان شاء الله، خلي الحج هنا يحكي هنا. احنا الناشد السيد عادل عبد المهدي ما يقدر يا اسلام، والله ما يقدر، والله ما يقدر يحكي، والله ما نقدر نحكي، والله مش نحكي، شو نقول؟ وين نروح؟ شو نقول؟ ايش نحكي؟ طبعا نشوف هاي يعني تشوفون بأم اعينكم اليوم هاي الناس المظلومه، حقيقه مظلومين، جبرتهم الظروف، جبرهم الوقت انه يسكنون بهذه الاماكن، ولا هذه الاماكن انا دخلتها اماكن غير صالحه للعيش الكريم، حقيقه يعني الشقه الوحده فيها 10 و12 و13 و14.